اهلا بيكم في بودكاست على مزاجي. انا ابو نادر مقدم البودكاست، ويلا بينا نبدا. كل يوم بتصحى وتحلف ان النهارده هيكون يوم مختلف، هتبدا وهتنجز وهتخلص اللي وراك. بس بالليل بتلاقي نفسك على نفس السرير قدام نفس الموبايل، وبتقول لنفسك نفس الجمله: مش مهم، بكره. بس تعالى نسال نفسنا بصدق، بكره ده هيجي امتى؟ وهل هو جاي اصلا، ولا انت بس بتخدر نفسك علشان تهرب من اللي وجعك؟ النهاردة هنكلمك عن التسويف، مش بس من ناحية نظريات ولا جمل محفوظة. هنكلمك عنك، عن اللي جواك، عن خوفك، عن شكك، عن صوتك الداخلي اللي بيقولك مش دلوقتي، لسه بدري. التسويف مش كسل، التسويف خوف. اوعى تفتكر انك بتسوف علشان كسول، لا يا صاحبي. الكسل بيكون واضح، مش عايز تعمل حاجة وخلاص. بس معنى التسويف هو ان انت متنكر في صورة منطق. عارف ازاي؟ يعني مثلا اقولك: انا لازم اكون مستعد اكتر الاول، مش دلوقتي، بس لما يكون الجو مناسب. انا شوية تعبان، هبتدي بكرة لما اكون احسن. بص، انا مش في المود، لما ابقى في المود هعمل كل اللي انت نفسك فيه. كل الجمل دي شكلها عقلاني، بس جواها خوف. خوف من الفشل، او خوف من النجاح، او خوف من انك تبتدي وما تكملش، او خوف من انك تواجه نفسك بجد وتشوف نفسك على حقيقتك. ازاي التسويف ده بيقتل ثقتك بنفسك؟ كل مرة بتقول لنفسك هبدأ بكرة، وبعدها ما بتبتديش. زي مثلا لما تقول لنفسك انا هنزل الجيم، بس بكرة، بس الاسبوع اللي جاي. انت مش بس ما عملتش المهمة، انت كمان خنت اتفاق بينك وبين نفسك. عارف يعني ايه؟ يعني دماغك بيسجل ويقولك انت مش قد كلامك، انت مش بتكمل اللي بتقوله، انت ما ينفعش تعتمد على نفسك. وكل ما الجمل دي تتكرر، ثقتك بنفسك بتتبخر. اصل الانسان لما بيبطل يصدق نفسه، يبقى فقد اغلى حاجة عنده. الكذبة اللي بنعيشها كل يوم، احنا عايشين على كذبة كبيرة، وهي كلمة في وقت ما تقلقش. بس الحقيقة ان الوقت مش بيستناك، ولا الحظ كمان هيجيلك، ولا الحياة بتدي فرصة للي قاعد مستني. انت بتقول هبدأ لما الظروف تتحسن. طيب اسأل نفسك، هي الظروف اتحسنت امتى اخر مرة؟ وهل فعلا المشكلة في الظروف، ولا المشكلة انك خايف تبدأ في الظروف اللي موجودة علشان ممكن تقع؟ بس يا ترى مش الوقوع ده ارحم من الوقوف مكانك سنين؟ دايرة الهروب الساكنة. تعال نتكلم كده بصراحة، انت مش بتأجل عشان مش عارف تعمل، انت بتأجل علشان مش عايز تحس بالإحباط اللي ممكن يجي لو منجحتش. بس في نفس الوقت انت بتعيش إحباط كل يوم بسبب انك ما بتتحركش أصلا. يعني انت بتتعب علشان ما بتتعبش، بتقعد على السوشيال ميديا عشان تفصل، بس بترجع مكسور أكتر. بتأجل الشغل علشان مش في المود، بس بالليل دماغك وعقلك بيجلدك أكتر. يعني ببساطة انت مش مرتاح ولا متقدم ولا عارف ترتاح عشان دماغك. طب ازاي بقى تبدأ من غير ما تستنى؟ انا مش جاي اقولك ان الحل بسيط، بس هو مش مستحيل. ابدأ صغير قوي. يعني لو عندك مهمة، قسمها ل5 دقايق. قول هشتغل بس 5 دقايق، وبعدها غالبا هتلاقي نفسك كملت. مش هبدأ بعد 5 دقايق، لا، ابدأ دلوقتي لمدة 5 دقايق. زي البومودورو، اللي هو بتعمل تايمر، تقعد 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده تاخد بريك 5 دقايق وتكمل. اكتب نيتك بصوت عالي، قول انا دلوقتي هشتغل على كذا، مش هستنى اكون جاهز 100%. ابدأ دلوقتي، انت مش خسران حاجة. ابعد عن الديستراكشن، يعني افصل النت، اقفل موبايلك، اقعد في مكان هادي. انت محتاج تسهل الطريق، مش تصعبه. لو انت دلوقتي بتسمعني وانت وراك حاجة، اقفل دلوقتي، خلص اللي انت بتعمله، وارجع كمل الحلقة. الحلقة مش هتطير، بس ما تنساش ان انت تعمل فولو. المهم ان انت اعمل كل اللي انت مستنيه. انت محتاج تسهل الطريق، صدقني، مش تصعبه. اعمل روتين حتى لو بسيط، ساعة معينة للشغل، مكان معين، قعدة خاصة بيك. المخ بيحب التكرار، بس ما تمسكش المكتب تقول انا لازم اروقه دلوقتي،
لا، ابدأ. سامح نفسك بس ما تطبطبش عليها بزيادة. لو فوتت يوم سامح، بس ما تخليش العذر أسلوب حياة. يعني مثلا لو انت في هيلسي فود مثلا، او ان انت ماشي في طريق الجيم واللياقة البدنية، لو انتخت يوم ما تقعدش طول الايام ما انتخ. اعمل روتين ولو بسيط، وخلي ان الوقت كله يكون للشغل، مكانك، قعدتك، مخك. وفي نفس الوقت اسأل نفسك فين الطريق، وامشي ورا اول خطوة. انت مش لازم تعرف الطريق كله، بس لازم تاخد اول خطوة. انت مش فاشل، انت بس محتاج تكسر الحلقة، تكسر الصوت اللي بيقولك مش دلوقتي، الوقت اللي مش هيجي، واللحظة المثالية مش هتنزلك من السما. بس اللحظة اللي بتبدأ فيها هي اللحظة اللي بتغير كل حاجة. بص، خد دقيقة اسأل فيها نفسك، أنا ليه مستني؟ وإيه اللي هيحصل لو بدأت دلوقتي؟ حتى لو خايف. اللي بينجحوا مش أجرأ منك، بس أخدوا الخطوة وإنت لسه بتفكر. لو الكلام ده لمس حاجة جواك، ابعته للي حواليك، ابعته لأي حد انت شايف انه محتاج يسمع الحلقة دي. وما تتكسفش ان انت ترجع تسمعها تاني. دي كانت حلقة جديدة من حلقات بودكاست على مزاجي، لان مزاجك هو مزاجي، ومزاجك ده على مزاجي. حلقة بصوتك الحقيقي قبل ما تضيع وسط الأصوات. أشوفكم في الحلقات الجديدة. سلام.